علامات وجود الطاقة السلبية. أول حاجة علامات وجود الطاقة السلبية في الجسم وفي المكان المحيط. أكتر استدلالات بتؤكد إن في طاقة سلبية موجودة في الجسد ده التوتر والقلق والخوف المبالغ فيه، وحتى ضيق التنفس والأرق. الأرق اللي هو صعوبة النوم، مش أنا ما بنامش دي ليفل عالي، لكن صعوبة النوم إن الإنسان بيعمل كل أشغال اليوم بتاعته بسلاسة وبسهولة، لدرجة إن هو قبل ما بيدخل ينام بيبقى حاسس إن جسمه واقف فمحتاج إن هو يستريح. أول بقى ما يدخل يحط دماغه على المخدة مستحيل النوم يجي، هنا بقى معناته الأرق. وبتختم بأوجاع كتير قوي في الجسم. هو في أوجاع عن أوجاع تفرق، أو حتى احتمالية تقبل الألم من شخص لشخص تفرق كتير جدا. يعني أشخاص معينة ممكن يتقبلوا شدية الألم من متوسط لشديد، وفي أشخاص تانية الألم أصلا الضعيف ما يقدروش يتقبلوه. والألم غير مقبول وغير محتمل مهما كانت شديته من ضعيف لمتوسط، وطبعا دي نسبة بسيطة جدا على أشخاص إن هم أصلا يبدأوا بتحمل الألم من أول هنا. لكن أول بقى ما يبتدي من متوسط لجديد أو كبير، هنا بقى ساعتها نقول إن الألم مش مقبول. لكن طول ما هو ضعيف لازم الألم إلى حد ما كبير يبقى مقبول. ندخل على مسارات الطاقة. الطاقة الإيجابية طبعا ليها مسار تمشي فيه، زي ما الطاقة السلبية ليها مسار تمشي فيه. طاقات الفرح والسعادة من أهم مسارات الطاقة الإيجابية، ولكن الغضب والحزن الشديد من أهم مسارات الطاقة السلبية. يعني الإنسان لما يبقى عنده حزن شديد ده طبعا عنده طاقة سلبية. بس تقبل الحزن عن حزن برضو مختلف، يعني مش في حالة وفاة أجي أقول أنا هنا مش هتقبل الحزن أنا هنا هفرح، لا. ما تنسوش إن كل موقف في حياتكم سلبي أو إيجابي له مسارات طاقة. يعني لو مشيت مع السلبي أنا كده ماشية على المسار اللي هو بنفذ الحاجات السلبية بحذافيرها، اللي هو كأني ماشية على خط كده طويل. يعني حصل لي موقف فاتضايقت فطلعت نسبة غضب، فطبعا الغضب ده طاقة سلبية، فمشيت أكمل طاقة الغضب دي طول النهار بحزن وغضب وغل تجاه الأشخاص اللي حصل ما بيني وما بينهم الموقف. السيطرة على الموقف من أهم ضوابط الانفعال اللي الشخص محتاج إن هو يدرسها لو شخصية عندها طاقات سلبية أو حتى متعايشة مع ضغط وزيادة أعباء في اليوم. ده هيزود على فكرة الطاقة السلبية أكتر في الجسم وفي الطاقة بتاعتي عموما. أهم نصيحة هقولها لكم بعد ما الموقف السلبي يخلص، اقطعوا بسرعة أي نوع من أنواع المشاعر السلبية أو الأفكار السلبية أو حتى التخيلات اللي هتيجي، عشان دي أصلا من مكملات الطاقة السلبية أو من مسارات الطاقة السلبية بعد الغضب. يعني أنا هبتدي في الغضب أول حاجة، وبعدين بقى هاخدها تدريجي كده لأفكار وتخيلات. ملخص اللي فات إن في علامات بتدل إن في طاقة سلبية في الجسد ده. 2، في مسارات للطاقة الإيجابية بتمشي فيها ومسارات برضو للطاقة السلبية. مسارات الطاقة السلبية هي الغضب والانفعالات. أساسيات الطاقة السلبية مهمة عن كل اللي فات ده، ولو قدرنا نوقفها إن شاء الله نقدر نوقف كل اللي فات ده بمنتهى السهولة. أول حاجة التخيلات من نعم ربنا علينا حرفيا. وخدوا بالكم لو الفكرة جت في دماغكم وشغلت بيها حاسة واحدة بس، لو كانت سلبية هبتدي أشغل بيها بقية الحواس كلها. لو أنا طبعا اندمجت معاها، لو أنا ما اندمجتش معاها هخرجها برا دماغي، ولو أنا اندمجت معاها هشغل بيها بقية حواس الجسم كله، زي السمع والبصر. هبتدي بقى أتخيل في دماغي الموقف وأنا بضرب أو بضرب وبسمع كلام سلبي، أو حتى بقول أنا كلام سلبي. وبدل ما الفكرة الصغيرة دي شغلت حاسة واحدة بس، لأ، شغلت الحواس كلها. وكده هسمع سلبي وهتخيل سلبي وهفكر سلبي وهشوف سلبي. دي دوامة بجد. أكبر دليل على إن دي دوامة إن الدماغ بتخش في حاجة كده عاملة زي الدايرة ما بتخرجش منها.
بجد اللي هيوقف التخيلات والافكار ده هيبقى كده قدر ان هو يسيطر على حاجات كتير قوي بتحصل غلط في حياته. رقم 2، المرايا. المراية عاملة زي البير، كل ما هو منعكس عليها يبقى في داخلها. فأي شخص معدي من على الطرقة كده شايف نفسه، ارجع تاني شايف نفسه، فاحنا عمالين نروح ونيجي وفي خيالات في المراية عمالة تتكون لينا. هي مش خيالات، هي احنا طبعا، بس مش مستحب ان احنا كل شوية كده نبقى ماشيين وفي خيال احنا شايفينه في المراية لينا. فملخص الموضوع بتاع المراية كلها نشيل اي مرايات من اوض النوم او حتى من غرف المعيشة اللي هي الصالات والصالون والحاجات دي كلها، اروق لينا والدماغ. عدم قص اي خبر او بلان بتاعي لاي شخص كان، علشان الطاقات السلبية اللي بتطلع من فم المتحدث ما تخترقش الهالة بتاعتي وتديني اي نوع من انواع الطاقات السلبية. لا، انا هبدأ في الخطة من دلوقتي ومش هسمع اراء اي حد، كفاية ان ربنا معايا وكفى بالله وكيلا. والكلام ده جه في نص القرآن لما سيدنا يوسف كان بيقص رؤياه على ابوه سيدنا يعقوب. قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يرد عليه سيدنا يعقوب بمنتهى الحزم: لا تقصص رؤيك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. لا تقصص هنا أصلا فعل أمر. سيدنا يوسف في البداية أثناء المشاورات العائلية اللي كانوا بيعملوها قال قائل منهم: لا تقتلوه وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. يعني يا جماعة ما تقتلوهوش، ابقوا ارموه في أي حتة كده في الصحراء. وفي النهاية اللي حصل: وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا. يعني أنت مش مصدقة؟ أي نوع من أنواع الخطط ابدأوها من دلوقتي وربنا معاكم وكفى بالله وكيل. لحد هنا أتمنى الفيديو يكون عجبكم. أتمنى بس لو في أي آراء عندكم تسيبوها لي في الكومنتات. اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.